عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم خفايا التاريخ الدرامية. لازلنا مع الخليفة عثمان الفاسد، وعنوان هذه الحلقة فساد عثمان أدى للثورة عليه. نعطي نماذج سريعة. كان عم عثمان اللي هو الحكم ابن العاص بن أمية كان منفيا بأمر النبي، هذا ما تقول الروايات التاريخية، فأرجعه عثمان وجعل ابنه اللي هو مروان ابن الحاكم بن أبي العاص كاتم سر الخلافة أو السكرتير، وهو الذي تسلط على عثمان وتسبب في هلاكه ومكن أقاربه الأمويين، فأطلق يد معاوية في الشام وعزل عمرو بن العاص عن مصر وولى بدله عبد الله بن أبي السرح، وولى عبد الله بن عامر الأموي على البصرة وكانت تتبعه خراسان كلها. وبعدين عثمان عين أخاه من الأم الوليد بن عقبة ابن معيط. عقبة بن معيط ده كان من أكبر أعداء النبي وكان الذي يؤذي النبي، وده موجود في السيرة يعني. عينه عثمان الوليد بن عقبة بن معيط على الكوفة، ثم عزله لفساده وولى مكانه ابن عمه سعيد بن العاص بن أمية. عقبة بن معيط كان أشهر من يؤذي النبي في مكة، ولكن عثمان ولى ابنه الوليد على الكوفة. وكان الوليد بن عقبة مدمنا للخمر، وكان يصلي بالناس وهو سكران، وحدث أن صلى بهم الفجر 4 ركعات وهو ثمل وهو سكران. فلما فرغ من صلاته قال للناس: أتريدون أن أزيدكم؟ عايزين أصلي بكم زيادة؟ فقال الشاعر الحطيئة يتندر عليه: شهد الحطيئة يوم يلقى ربه أن الوليد أحق بالعذر، نادى وقد تمت صلاتهم: أزيدكم ثملا وما يدري، ليزيدهم أخرى ولو قبلوا، لو قرأت بين الشفع والوتر، حبسوا عن عنانك في الصلاة ولو خلوا عنانك لم تزل تجري. وعتاب بن غيلان الثقفي كان يصلي خلف هذا الرجل اللي هو الوالي اللي عينه عثمان، فسمعه يقول في سجوده: اشرب واسقني. فقال عتاب: لا زالك الله من الخير، والله لا أعجب إلا من بعثك إلينا وليا وجعلك علينا أميرا. فأهل الكوفة كرهوه وحصبوه، يعني ضربوه بالطوب لأنه خطب الجمعة وهو سكران. وانتشرت أنباء فسقه ومجونه، فهجم عليه جماعة في منزله فوجدوه سكرانا فوق سريره ولا يعقل يعني مش عارف، فتقايأ عليهم مما شربه من الخمر، فانتزعوا خاتمه وجاءوا بالخاتم من المدينة. بعض الناس بقى من وفد منهم يطلبون من عثمان عزله، وشهد الوفد أنه يشربوا الخمر، فرفض عثمان وأهان، وهم كانوا 2، وأهانهما وطردهما. فأتي علي بن أبي طالب فنصح عثمان باستخدام الوليد بن عقبة ومواجهته والتحقيق معه. يعني علي قال لي: يا عثمان هات ابن عمك ده وحقق معه. وجاء الوليد فلم تكن له حجة، وحكم علي بضربه بالصوت حدا، فقال له عثمان: ليس لك أن تفعل به هذا. وعزل عثمان ولا مكانه سعيد بن العاص، الذي رفض أن يصعد منبر الكوفة إلا بعد غسله، وقال إن الوليد كان نجسا رجسا، يعني بيشتم الوالد اللي قابله يعني. ثم ظهر فساد سعيد بن العاص فاستبد بالأموال. وهنا بقى المشكلة بقى: وأعلن أن السواد هو بستان قريش. السواد هي الأرض الزراعية اللي هي تتاخم الصحراء، الأرض الزراعية اللي حول دجلة والفرات. فقال لك إن السواد ده بستان قريش، هو بتاعنا احنا، يعني الأعراب اللي هم فتحوا واللي هم عدة الفتح ومجود الفتح ما لهمش حاجة. وطبعا كان منهم بقى الأشتر النخعي، اللي هو فيما بعد يعني صار من قواد علي. فقال أشتر المعاني: أتجعل ما أفاء الله علينا به بسيوفنا ورماحنا بستانا لك ولقومك؟ وجاء الأشتر إلى المدينة معه 70 من زعماء القبائل يشكونه لعثمان، فرفض عثمان مقابلتهم، وامتدت إقامتهم بالمدينة دون أن يقابلهم عثمان. وبعث عثمان لأقارب الولاية يستشيرهم، فجاء إليه معاوية
وابن أبو السرح وعبد الله بن عامر. فقال معاوية: أما أنا فراض بجندي. وقال ابن عامر: ليكفيك أمره ما قبله أكفك ما قبلي، يعني كل واحد يحافظ على الولاية بتاعته. وقال ابن أبي السرح: ليس بكثير عزل عامل للعامة وتولية غيره. فقال سعد بن العاص: إنك إن فعلت هذا كان أهل الكوفة هم الذين يولون ويعزلون. واقترح أن يرسل المعارضون للغزو ليتخلص منه. وعرف عمرو بن العاص بما دار في الاجتماع، وكان يكره عثمان لأنه عزله عن مصر. فأخبر الزبير وطلحة واتصلوا بالأشتر زعيم المعارضة الكوفة وأبلغوه بما دار، وبأن عثمان ينوي إرسالهم في الغزو ليتخلص منهم، وأعطوه وأصحابه 100,000 درهم لينظم المعارضة ضد عثمان في الكوفة. ورجع الأشتر ورفاقه إلى الكوفة قبل رجوع الوالي سعيد بن العاص. وصعد الأشتر المنبر وأخبر بما حدث، فبايعه أهل الكوفة على منع الوالي سعيد من دخول الكوفة. وكتب الأشتر إلى عثمان: إن والله ما منعنا عاملك الدخول لنفسد علينا عملك، ولكن لسوء سيرته فينا، فابعث إلى عملك من أحببت. فولى أبو موسى الأشعري. ولكن تطورت المعارضة ضد عثمان بسبب تحكم مروان بن عبد الملك فيه، مروان بن الحكم فيه، وإغداق عثمان الأموال على مروان. وضرب عثمان عبد الله بن مسعود لأنه يعني انتقده. فقبيلة هذيل كرهت عثمان. ضرب عثمان عمار بن ياسر فكرهه بنو مخزوم، لأن عمار كان حليفا لهم. ونفى عثمان أبا ذر إلى الربذة وأهانه لأنه اعترض على معاوية. فتعاطف أهل المدينة مع أبي ذر، وتخاصم علي مع عثمان. المهم أن الجماعة اللي كانوا قريش بتضطهدهم في مكة زمان قبل الهجرة، أعاد عثمان اضطهادهم. وبعدين دخل عثمان بقى في مصيبة كبيرة في حكاية معاقبة من يعترض عليه بالتسيير. التسيير يعني إيه؟ يعني في عصرنا دلوقتي يقول لك الكعب الداير، يعني يلففوهم في البلاد يشوفوا هم عليهم إيه إلى آخره. فيطاف بأولئك الناس في الشام والعراق. خلي بالك، في الشام والعراق، يعني مش في أقسام مصر، ده يعني لا، ده في الشام والعراق. والمهم بقى ده أدى إلى اتفاق المعارضين على الثورة الجماعية على عثمان. فثار أعراب من مصر بقيادة عبد الرحمن بن عليس البلوي، وثار أعراب البصرة بزعامة حكيم بن جبلة العبدي، وأعراب الكوفة بقيادة مالك بن الحارث النخعي. وتواعدوا على المجيء إلى عثمان ليشكوا إليه. فجاءوا إلى مكة بزعم الحج، ومنها قدموا إلى المدينة، فنزلوا مكانا قريبا منها اسمه ذو الخشب. وتوسط علي بين الثوار والعثمان، ووافق عثمان على أن يستجيب لمطالب الثوار بعزل الولاة المفسدين وإقرار العدل. فرفعوا الحصار ورجعوا إلى الكوفة والبصرة وفسطاط بمصر. لكن في طريق العودة بقى، الناس الأعراب اللي هم في مصر يعني، وكانوا بيسموهم المصريين، ما هو طبعا بيسموا المصريين الحقيقيين ويسموهم الأقباط، ويسموا الأعراب اللي عايزين في مصر بيسموهم المصريين. شكوا في غلام فوق بعير، فإذا هو ورش اللي هو غلام عثمان. ففتشوه فوجدوا معه رسالة من عثمان إلى عبد الله بن أبي السرح والي مصر، يأمره فيها عثمان بقتل وقطع أيدي الثوار إذا أتوا إليه. وكانت الرسالة بخط مروان بن الحكم. فرجعوا إلى المدينة ومعهم بقية الثوار البصريين والكوفيين، واحتلوا المدينة ووضعوا أهل المدينة تحت إرهاب سيوفهم، وحاصروا عثمان في داره وتفاوضوا معه. فأنكر أن يكون هو الذي بعث الرسالة، فطلبوا منه تسليم مروان بن الحكم فرفض. وخلال مدة الحصار تفاوض علي بين عثمان والثوار، وتفاوض محمد بن مسلمة، وتفاوض الأشتر النخعي. وكل مرة كان عثمان يتعهد بالإصلاح وعزل المفسدين، ثم يتراجع بسبب تأثير
ابن عمه أو سكرتيره مروان بن الحكم. وكان يماطل الثوار انتظارا لمجيء جيش ينقذه من معاوية أو من مصر أو من العراق، يعني من ولاته الأمويين. أهل المدينة كرهوا عثمان لأنه السبب في مجيء الثوار واحتلاله من المدينة وإهانة أهلها، ثم بسبب رفضه الإصلاح. وقد طلب منه الثوار التنازل عن الحكم، فقال: لا أنزع قميصا كسانيه الله. يعني بيعتبر الحكم ده يعني هبة إلهية وما ما ينزعوش، يعني ده قميص جاله من ربنا. فاستمر حصاره 49 يوما، ثم منعوه الماء، وحال بعضهم ومنهم علي بن طالب بأبنائه دفاعا، ولكن عثمان رفض. وبعدين منتظر طبعا وصول جيش الإنقاذ. ولما علم الثوار أن جيشا قادما لإنقاذ عثمان، بادروا باقتحام بيت عثمان وقتله. ده موجز ما ورد عن موضوع عثمان في المصادر التاريخية. شكرا أحبتي، وعليكم السلام.